الأجواء كبيرة جدا هنا في داليان الصينية. الساعة 8 ليلا بالتوقيت المحلي، هو 3 في توقيت مكة المكرمة. فارق ال5 ساعات وفارق الآلاف من الأميال لم يمنع الجمهور السعودي من التنقل والمساندة في لقاء الجولة الثانية للتصفيات المؤدية إلى المونديال، وينسجم أكثر مع مكون ونعرفوه في السعودية ويعرفون أنه درب الاتفاق. هو 84 ما زال في الصورة وفي السوفينير. ترجع الكرة السعودية عن طريق الرومانيستا، يمشي عبد الحميد فما سعود، يمشي عبد الحميد يوزع كرة خطيرة للأخضر والمطرة منتظرة. اخرج صينية خطيرة جدا على حدود منطقة حمدان، بدل وجول بدل. تاريخ 90 في اليابان 1-1 96 من أحلى الماتشات. ارتباك كبير وخلاف في الشوط الأول. كرة المنتخب الصيني، من يسعى للتأكيد، هناك من يحرص على فوزه الأول ويعوض من أجل استمرارية النتائج السعودي. كرة طويلة ملعوبة في الرياضة منذ عهدنا في بيجينغ أولمبياد 2008. اضرب يا سالم، اضرب يا سالم، شوت اوكي. داليان وصورتنا على انا اعتقد انه رغم صعوبة المباراة الأخضر تفاعل مع النجاحات وبأخذ نصيبه لما في المباشر. وقطر في كوريا حذاري وحبالك فماش تسلل، يمشي بشي يوزع ما يوزعش. ركنية خرجها المنتخب الصيني من ركنية. حذاري على القائم الثاني والهدف الأول. كانت حذرت من الكرة الثابتة، مش ممكن الهدف الصيني الأول. تزداد الأمور صعوبة وتعقيد في أول ربع ساعة. الصيني يسجل أول أهداف في وقت الحديث عن العقلية الصينية المختلفة علينا رغم عالم بهكذا الصعوبات. الحقيقة رد ورقة حمراء لكانو والمونديالية. يحاولون عن طريق سعود عبد الحميد والكرة تفلت. هربت الشيني يقدر على تحقيق اللقب في المملكة. فما شوية من عبد الاله المالكي خطيرة تبع عن طريق وسط الميدان، عرضية متابعة ممكن أخطر والإقصاء 3-2 مع كادش يوسع كورة وينه. حط الكورة عبد الحميد سعود 5 هزاي. سالم يمشي الكورة للطرف اليساري، يلعب من اليسار جديدة. المنتخب الصيني خطير، عرضية كورة أخرى للأخضر طويلة من البريكان. أضرب الكورة يا سالم واحد. الدفاع لين ينتبه وخطيرة منطقة الكوري الشمالي. يمشي البريكان، اضرب يا سالم الركن الايسر يا سالم. هذا هو الهدف. سعود فاول يا عبد الحميد 2-1 بفضل مين؟ الكرة اخضر هجوميا ولا معاه 1-2. ترجع الكرة والمنتخب السعودي يغلط في الدفاع. محاولة للتسديد صينية خطيرة، التسديدة الدفاع. كرة المنتخب الصيني حذاري من كرة ثابتة أخرى. لي يلعب كرة طويلة ترجع بالراس يلاقى شات معاه الكرة. محاولة فنية يارس ورقة في راي حميد باقي الكرة للمنتخب السعودي. محاولة للتغيير وناقص ريتم، ناقص يوصل الميدان. كرة طويلة يغلط الدفاع. ناصر الدوسري يلعب ركنية تمشي بالراس وجول. هدف التعادل الأخضر، هدف التعادل السعودي يعادل أرقام يضربهم حسن كادش وفرحة عشاق الأخضر. هدف التعادل السعودية النين وما كلني وتسلل للأخضر. ولكن المنتخب يا سالم، امشي يا سالم، يضرب كرة مش ممكن على اليسار يا حبيبي، على اليسار. الصيني في الهجوم ربك بضربة راس وبدش يضربها وخذها فوق الجميع، ولكن راسه معود مليح ممتازة. خذها حسن كادش يوزع كرة والدفاع. شكله الحكم الأول في كرة صينية خطيرة. يمشي السعودي بنفس السيناريو، ماشية قطر والسعودية. يمشي الأخضر السعودي وين الراس صينية بذات الطريق. ترجع الكرة للفريق الصيني بخطأ. حذاري على القائم الثاني ياخذ كرة بالراس صعبة جدا ومش ممكن. قاعد في هذه اللحظات تعادل باهي إلى سعود
للمالكي شخصيا بنهائي سنغافورة. الانتصار ممكن ومدرج في اوراق مانشيني في هذا الشوط الثاني، ولكن في خطأ. 3 نقاط مفروضة للتعب. يمشي السيري للهجوم، يحاولون يصلون يسددون والكرة برا، وضد خصم وضد النتيجة. قدم سالم، يتعدى سالم، الدفاع حذاري. يرجع المنتخب الصيني في الاتاك، لازم نعطيه خب الصيني بالراس خطيرة وفرصة، والهدف الثاني مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش معقول، مش ممكن. تسلل سيء جدا. مانشيني تشاخل يعني سيب باش تضغط حتى للاخر، وابق حتى الكرة ناصر، غلطة من ناصر لكن تتصلح وبخطة وبإنذار. ترجع بالراس خطيرة منطقة الجزاء، يمشي سعود عبد الحميد. اليابان باش يولي حياته وموت. كرة تمشي طويلة، سالم الدوسري، سالم الدوسري على عارضة يا سالم، كسر الشبكة، مش قلت لك كسر، وبالتالي هزمه يكون سهل. هنا صار مرتبك، يدخل اللاعب الصيني منتخب التنين، محاولة الهجوم، كرة من سعود، التوزيع من عبد الحميد طويلة، ترجع في منطقة الجزاء، التصديق من الدوسري، سالم مش ممكن، ضاعت الفرصة لسالم الدوسري، قعد كرة ثابتة أخرى، مش ممكن ضغط صيني والحارس ويتصدى العويس. ركنية جديدة يعني خطورة أخرى. الصين يسيطرون في المهاجم من في مروبة وفي راية وصفارة عبد الحميد، 1 ضد 1 بسرعة، سالم يشوط والركنية. سالم مرفوعة، خط لمنتخب الصين، يرجع فهد المولد، تمشي الركنية بالراس والهدف الثاني. القاضية ممكن يا قادش حسن، عودها له حسن يا قادش، عودها له.